مصرية بتتسم بالسماحة، وجلابية بيضة بتعكس بياض القلوب، ودفوف وآلات موسيقية ورقصات اشتهرت بيها بلاد الذهب. دي كانت طريقتهم لنقل تراث بلادهم للعالم كله. قدموا تراث النوبة من خلال أغنياتهم البسيطة. تعالوا نشوف ونسمع عن فولكلور النوبة. بلاد الذهب، تلك هي بلاد النوبة التي نشأت حضارتها القديمة على ضفاف النيل العظيم في جنوب مصر، وامتدت إلى شمال السودان. وقد أطلق عليها هذا الاسم لكثرة ما تحويه من مناجم الذهب والمعادن النفيسة. تتسم النوبة بتاريخ حضاري عريق وتراث شعبي يتميز بالخصوصية عن بقية أرجاء الوادي. بيوت مميزة بألوان زاهية تعكس حب أهلها للحياة وأثاث شعبي مختلف. أما أهل النوبة فهم تلك الوجوه الحامية والقلوب الصافية القانعة بقليل من العطاء وبابتسامة رضا تلمع في عيون أبنائها. النوبة تلك البقعة السمراء التي ستظل دوما لها في قلوب المصريين مكانة خاصة، ولأهلها كل الحب والتقدير. الحقيقة انه من اجمل استمرار ممكن اللي احنا بنرددها باستمرار وليها وقع جميل على الاذان الاغاني النوبية. ويمكن احنا شفنا الاغاني اللي قدمها لنا الفنان محمد منير ليها جاذبية خاصة. هنتكلم عن التراث النوبي اللي جاية منه الاغاني دي ويعني حاجات تانية كتير قوي من خلال لقائنا مع الأستاذ الدكتور محمد عمر طه، أستاذ التراث النوبي وماجستير في اللغة النوبية. أهلا بحضرتك معانا وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا بحضرتك. كمان معانا الأستاذ محمد حسن مطرب من النوبة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. خليني أبتدي مع حضرتك أستاذ محمد عمر، وعايزة أسأل عن احنا بنتكلم عن تراث النوبة، بنتكلم عن تراث شكله ايه؟ يعني احنا ممكن نعرف مثلا التراث البدوي، ممكن نعرف نتكلم عن مثلا تراثنا في الفاطمي مثلا. عندنا يعني اشكال كثيرة للتراث. التراث النوبي شكله ايه؟ هو احنا لما نيجي نتكلم عن بسم الله الرحمن الرحيم، اولا انا بهني كل انحاء مصر بالعيد المبارك، وبهنيكم وبهني كل العالم العربي والاسلامي بالعيد السعيد. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه. لما نيجي نتكلم عن التراث، التراث بينقسم الى اثنين، في تراث مادي وفي تراث لغوي او معنوي. فالتراث المادي طبعا اللي احنا بنشوفها في المتاحف
يعني النوبة فيها متاحف، فيها قصور زي قصر بريم، معبد كلبشة، المعابد والحاجات دي. وطبعا الأسرة ال 25 في النوبة، وكان في ملوك زي تهارقة وبعنخي وشبكة وشبتاكة ومملكة نبتة دي يعني معروفة كانت. طبعا ده التراث المادي. التراث اللغوي هي اللغة اللي احنا معلش انا اسفه، تراث فرعوني اكتر يعني بيميل للفراعنه اكتر. ما هو المملكة النوبية يعني هي عصرة الفرعوني، عصر الفرع الفرعوني، ويمكن ما قبل الفراعنة كمان. كان ليهم معابد وليهم تراث. وقصر بريم برضو بيشهد معبد كلبشة، معبد فيها كل دي فيها يعني ملوك نوبيين. وفي منطقة النوبة، هي أحداثها كلها في منطقة النوبة. أيوة. وهي مبنية في منطقة النوبة. فده التراث المادي. طبعا التراث اللغوي اللغة اللي احنا بنتكلمها، ودي لغة يعني من عشرات آلاف السنين، لغة بنتحدث بيها وكتبت في بعض العصور واندثرت يعني ككتابة بس في بعض العصور، لكنها عاشت بالتواتر إلى يومنا هذا. اللغة ما راحتش، اللغة مستمرة بالتواتر. هي لغة مختلفة عن اللغة العربية. مختلفة طبعا. يعني هي لغة مختلفة ولغة خاصة، لكن كتبت في بعض العصور، ازدهرت كتابتها في بعض العصور واختفت الكتابة في بعض العصور، لكن هي عايشة بقوتها وبالتواتر من شفاء لشفاء، بتسلم بعض أجيال لأجيال لغاية ما وصلت إلى يومنا هذا بنتكلم بيها، والطفل بيتكلم. لكن هي أصلها فرعوني ولا أصلها يعني أصلها إيه؟ هي أصلها نوبي. يمكن ممكن نقول احنا عارفين مثلا اللغه القبطيه لغه فرعونيه اصلا. ايوه هي فرعونيه. لكن اللغه النوبيه جايه منين؟ هي لغه نوبيه، هي عصره الفراعنه، زيها زي الفراعنه من سيدنا ادم. اللغه موجوده من بعد سيدنا ادم، موجوده من سيدنا ادريس، موجوده. ويقال ان سيدنا ادريس كان نوبي وسيدنا لقمان كان نوبي، وهكذا. هي عايشه من يعني نقدر نقول انها حضاره لوحدها. طبعا نقدر نقول انه اللغه، لانه كده يعني كل مقومات الحضاره مستوفيه. ايوه طبعا. اللغه والتراث يعني. ايوه، وحكموا لغايه القدس. حكموا مصر كلها، المملكه النوبيه يعني. الملوك النوبيين حكموا مصر كلها. تمام. هنتكلم تاني طبعا عن التراث النوبي، لكن اسمح لي بقى فرصه ان احنا نسمع استاذ محمد حسن. حضرتك بتغني بالنوبي مش كده؟ باللغه النوبيه. طيب محضر لنا حاجه هتسمعها لنا؟ والله طبعا احنا محضرين كنا، بس برضه هدي الفرصه للاستاذ محمد. الظروف اللي هو احنا يعني كنا طبعا جايين وسعداء بالعيد، الا ان خبر وصلنا واحنا داخلين الاستوديو، وطبعا ده بيعز علينا فنان نوبي عاش معانا وفنان جميل وتوفى. فطبعا احنا طبعا خلصنا العدد، وفي نفس الوقت طبعا الالم بيعترينا، ويعني بنعزي الاستاذ مسعد هركي وآل هركي وآل جستل، بنعزيهم. ويعني طبعا ده برضو هيأثر على نوعية الأغاني اللي ممكن تتغنى يعني، فعشان كده هو طيب يعني هنحترم طبعا الحالة دي. وتحب تسمعنا ايه؟ بإذن الله يعني. وأنا برضو أقول برضو البقاء لله في كل الشباب النوبيين اللي توفوا، وأخونا برضو أحمد صباح وكل الشباب النوبيين اللي توفوا، واختنا نبره النوبيه. خلينا بس الناس بتعيد دلوقتي. والله احنا كمان خليها احنا كمان كان نفسنا نعيد برضه طبعا. بس يعني طيب حضرتك سمعنا ايه؟ هتسمعنا ايه؟ الحمد لله رب العالمين. هنقول ايان دو صابون باي ونميني. هنقول ايان دو صابون باي يعني الفراق برضه. طيب
ككرسي أجر مكسداونا يا مايلك ككرسي أجر مكسداونا Orogai gunya mangi sanggona Orogai gunya mangi sanggona Wanya saylato narki Gudas min afainani Irminata mediyani Ayando sabong payona جميلة. طبعا أنا مش فاهمة حاجة يعني من الكلام، بس لو ممكن يعني ناخد حتى العنوان بس نفهمه. وبعد إذن الأستاذ محمد برضو يفسر أكتر مني بعدين، بس بقول برضو كده يعني ده اشتياق اشتياق للناس عموما يعني. يعني النوبيين طبعا النوبيين يعني متهجرين في كل مكان وكده برضو اشتياق ليهم بنغني لهم الاغنيه دي يعني. ممكن تقولي جمله وتفسر لي معناها يعني؟ اول جمله مثلا في الاغنيه بتقول ايه؟ يعني ايان صابون بايو نمني. يعني ايه يعني وانا مشتاق لك واحنا مشتاقين لك بعدت عنينا. الله. يعني هو بيصعب بالمعنى الصريح كده، بيصعب عليه فراقك. هو طبعا لاي انسان احنا فارقناه او فارقنا، فطبعا بيصعب علينا فراق. طب اللغه النوبيه سهله؟ يعني الواحد سهل يتعلمها ولا لغه صعبه؟ لا، هي لغه مش صعبه، هي لغه ليها قواعدها، ولو قدرنا نلتزم بالقاعده بتاعتها وتركيبه الجمله مش صعبه يعني. زيها زي اللغه الانجليزيه، زي اللغه الفرنسيه، الاسبانيه. هل فيها حروف مختلفه؟ طبعا طبعا. هو يعني اللغه النوبيه كتبت في العصر المروي، كتبت في العصر الفرعوني باحرف معينه، وفي العصر القبطي كتبت. فدلوقتي احنا في العصر طبعا النوبيين قعدوا في العصر القبطي يعني اكثر من 1000 سنه، فكان بيكتبوا بيها الاناجيل وفي الكنائس مكتوبه وفي المعابد مكتوبه. فدلوقتي ده اللي احنا استعدناه وبنكتب بيها، اللي هي كتبنا بيها في العصر القبطي، وهي دي الحروف اللي احنا استعدناها وبندرس بيها في يعني في النوبه، يعني في الاماكن النوبيه. تمام. طيب اسمحوا لنا، معانا تقرير عن افراح النوبه، ودي يعني من الحاجات اللي لازم نتكلم عنها بالتفصيل. هنشوف التقرير ونرجع نقابل حضراتكم مره تانية. من اول ما دخلت بيت الحاج عبدون والست هنومه عمري ما سمعت عن حادث في القريه او حتى اشتباك بسيط. كل المشكلات هنا بتتحل وتنتهي في الجلسات العرفيه. مجتمع جميل وهادي. سمعت من الحاجة هنومة إن فرح دهب على ابن عمها حبيب كمان يومين، ومن دلوقتي بتبدأ التجهيزات، وعاملين حفلة كبيرة قوي لحد الفجر. البنات لابسة فيها الجرجار والشباب لابسين فيها القفطان والعلمة. ودهب جوه مع الحنانة وموافق بتعمل لها الحنة. دهب بنت جميلة، وشها أشبه بصورة رسمها فنان من نوع دافنشي. الشفايف متحددة ومرسومة بقدرة الخالق، ووشها مدور زي قرص الشمس اللي بيطل على النيل كل صباح. فهي مثال للفتاة النوبية الجميلة صاحبة البشرة السمراء والقلب الأبيض الطاهر.
وعلى رأي عمنا المؤرخ اليوناني هيرودوت، النوبيين هم أجمل جنس بشري. طبعا هتسألوني عرفت منين يا مفعوص دافنشي وهيرودوت؟ هقول لكم طبعا مستخيل وحكاياته. سامعين صوت الزغاريد دي؟ العروسة والعريس وصل. أصل النهاردة ليلة الفرح، وعلى فكرة الفرح النوبي هو الفرح الوحيد في العالم اللي بيتغنى فيه أغاني وطنية، وده لعشقهم لتراب بلادهم وارتباطهم بيه. أسيبكوا بقى مع الفرح. بصراحة بقى أنا عاوز أتفرج على دهب وهي عروسة زي القمر. بعد مرور أسبوع على الفرح، حبيب أخد دهب من إيديها وراح بيها على النيل عشان يتبركوا بيه ويدعوا هناك لحياة مديدة وسعيدة ليهم ولولادهم في المستقبل. ودي عادة نوبية أصيلة جدا، وده لأن النيل هناك مش مجرد شوية مية بيسقوا الزرع أو يروا العطش، لا ده أكتر من كده بكتير. ومش هبالغ لو قلتلكوا إنه قيمته زي قيمة الدم اللي بيجري في عروقهم بالظبط.